يمكن حاجه من الحاجات المشهور بيها الشعب المصري انه متدين بطبعه، واكيد الموضوع ده ليه اصل، يعني اكيد الفكره ما انتشرتش كده من فراغ، هي فعلا ليها اصل ويرجع من ايام الفراعنه، لان ساعتها تقريبا كان اهم حاجه عند المصريين هو دينهم، والدليل على كده كميه الاثار والمعابد اللي موجوده لحد دلوقتي. ماشي. وكمان معموله باتقان بهدف تخليدها، بسبب انهم شايفين انها تبقى بيوتهم في الحياه التانيه، زي مثلا الاهرامات اللي لحد دلوقتي محدش عارف يوصل لطريقه بنائها، وده غير ان هو كل شويه بيكتشفوا حاجه جديده فيها. صحيح في ناس بتقول الاهرامات ما كانتش مجرد مقبره، اصل ايه المقبره الضخمه بالشكل المبالغ فيه ده، لكن دي بقى قصه لفيديو تاني ممكن نبقى نحكي فيه عن الاهرامات اكتر وتفاصيل اكتر فيها، وغير بقى ايه كميه المباني الدينيه دي. طبعا كلنا عارفين ان مصر تم احتلالها كتير قوي، وكان واحده من اهم اسباب بريك. ده طبعا مش اعلان لسموزي بارادايس، سموزي بارادايس ما تعرفش ان انا عايش اصلا، فقشطه يعني. وكان واحده من اهم اسباب بقاء الاستعمار في البلد وانه ينجح انه يحترم معتقدات المصريين، زي ما عمل اسكندر اكبر لما جه مصر. حاجه من اول الحاجات اللي هو عملها انه راح قدم قرابين للالهه المصريه عشان يبين للشعب انه بيحترم ديانته، فالشعب بالتالي يحترمه وما يقومش يعمل ثورات عليه. وفعلا زي ما احنا عارفين مصر فضلت تحت حكم الاسكندر لحد موته، وبعد كده دخلنا في فتره البطالمه وقعدنا فيها فتره وهكذا يعني. لكن صحيح بمناسبه الاسكندر الاكبر، في ناس كتير قوي بتقول ان الاسكندر الاكبر هو ذو القرنين، لكن طبعا الكلام ده كله عباره عن هري. والدليل الموقف اللي لسه قايله لك حالا ده، يعني هيكون ذو القرنين راجل موحد بالله ومؤمن وذكر في القران انه يروح يقدم شويه قرابين لشويه حجره، ما بالعقل يعني. بس برضو ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه في فيديو تاني. المهم اكيد ان احنا بعد ما اتكلمنا شويه كده مع بعض انتوا اكيد عرفتوا انا هتكلم عن ايه، او انتوا اصلا عارفين من عنوان الفيديو يعني، اتفضل كمل. واحنا طبعا هنتكلم عن الديانه المصريه القديمه. حابين طبعا ننوه قبل بدايه الفيديو ان الكلام ده كله طبعا عباره عن هري، واحنا مش مؤمنين بالكلام ده كله، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. لكن الفيديو ده ممكن يكون معمول لاسباب مختلفه، زي ان حد عايز يدرس الحضاره المصريه القديمه والاساطير، او عشان بس مجرد ان هو يستمتع بالفيديو. فبس كده خلونا بقى نشوف سوا الموضوع ابتدى ازاي. وطبعا عشان نشوف الموضوع ابتدى ازاي لازم نرجع لبدايه الكون، وكالعاده الكون ابتدى من لا شيء ولا حاجه، قومة فراغ والهبل ده كله عارفينه. وفجأة ظهر بقى المفروض ان هو بداية كل حاجة، وهو الاله نون، او احيانا كان بيتقال له نو. المهم نون ده بقى هو اللي عمل كل حاجة، هو بداية الكون وبداية الارض وبداية كل حاجة. كان بيرمز ليه بالماء، ولو شفت له صورة فهو عبارة عن امواج، او حتى لما كان بيتم ذكره كان بيبقى شكله في الكتابة الهيروغليفية عن شوية امواج كده مرسومة. المهم بقى في نفس الوقت هو كان سبب ظهور حد مهم جدا، وهو رع، او اله الشمس زي ما بيقولوا. هل بقى رع ابن نون ولا ايه؟ محدش يعرف. ما بقى لما رع جه هو قرر ان هو يحكم الكون ويحكم كل حاجه، وده اللي حصل فعلا. ونون بقى ياخد جنب من كل حاجه وبدا يتقمص من عمايل رع. ما كانش بيعمل اي حاجه في الكون، يعتبر ان هو بس بينشر الطاقه السلبيه، ودي ببساطه الطاقه اللي بتبقى موجوده عند البشر الاشرار والبشر اللي ما كانوش برضو بيعملوا بعض الطقوس الدينيه. والله انا مش فاهم الماسك ده ليه، بس حلو. فراوله نعناع. مش كده وبس، ده كمان برضو كانت بتبقى موجوده جوه الاطفال اللي كانوا بينزلوا من بطن امهم ميتين. فالمهم بقى رع بعد ما قعد على الكرسي وحكم الكون واستريح كده وقعد مخمخ، حس انه فاضي، راح بعد على كوكب الارض اشعه الشمس بتاعته. ساعتها الكوكب كان عباره عن بحار ومحيطات بس. فلما بعد الشمس بتاعته الميه بدات تجف واليابسه بدات تطلع تاني، واول مكان بقى بعد ما الميه كلها جفت اشعه رع لمسته هو مكان اسمه التل الازلي. وبعد كده اشعه رع بعد ما لمست التل الازلي بدات تتحول من صورتها الفوتونيه الى صوره صلبه، وكونت صخره كبيره اسمها بن، ودي مكانها في مدينه اون. ومن ساعتها مدينه اون هي بقت العاصمه الدينيه، لانها المكان اللي حسب كلامهم اتشرف بان الرب لمسه كده يعني. المهم بقى بعد ما الكلام ده كله ما حصل، اخ رع جاله دور برد غشيم شويتين، فراح عاطس عطسه من قوتها خلف عيل. ما اعرفش بصراحه ايه نوعيه البرد دي، بس الحمد لله ان هو مش موجود دلوقتي. تخيل كده كل ما تعطس تخلف. ما علينا. رع لما عطس خلف الاله شو، وده المفروض اله الجفاف والهواء، لكن مفيش اي معلومات كتير عنه. والعطسه تقريبا كان عليها عرض ان هو خلف واحد وخد التاني عليه هديه، وخلف كمان تفنوت، ودي بتمثل اله الرطوبه او الرصاص، ومن الاخر بتلطف الجو. وده الجيل التاني من الالهه، يعني اول جيل هو رع، وتاني جيل رع عطس فخلفه. فشو وتفنوت قرروا بقى يعطسوا مع بعض ومشيها يعطسوا، وخلفوا الجيل الثالث من الالهه، واللي هم جب اله الارض، ونوت ودي بتاعت السماء. بعد كده برضه نوت وجب انقسموا ماتيوزيا وخلفوا 4 عيال، وهم اوزوريس وايزيس والست
ونفتس. ودول طبعا من اهم الشخصيات في القصص المصريه، وهنحكي قصتهم كمان شويه، بس خلينا نكمل اللي بيحصل. المهم بقى دلوقتي احنا عندنا في كوكب الارض في ارض وميه وشمس اللي هو رع. طب القمر فين؟ تعال احكي لك انا بقى قصه القمر. في يوم من الايام رع نام، صحي بيدعك في عينه، حس ان في حاجه غلط، عينه وقعت منه وضاعت. فيعمل ايه يا ترى؟ بيبعت شو وتفنود يبحثوا عن عينه اللي ضاعت، لكن الوقت طويل قوي هما بيبحثوا، فزهق الصراحه وعمل لنفسه واحده تانية. وبتمر الايام وبترجع عين رع تاني، لكن بتلاقي انه خلاص تم استبدالها، فبتقعد تعيط وبتبقى متضايقه جدا لدرجه ان الدموع بتاعتها بتتحول للبشر. فرع بقى بيقول لها يا بنت انت مراتي وانت نور عيني، تتراضى. بيقول لها بصي انت اللي بتنور عليا حياتي، وبياخدها كده من ايدها ويوديها للاله تحوت. وده واحد من شله الالهه بس ظهر كده فجاه، وده كان كاتب. المهم بقى ان تحوت حول العين دي للقمر ورفعها السماء. بس في مره حورس كان بيحارب عمه ست، وفي عين من عينيه طارت في المعركه، فراح رع مديله عينه القديمه. بعد ما حصل كل ده البشر بداوا ينتشروا على الارض، فراح رع قايل انا مش عايز صداع، انا همشي من هنا، وقرر انه يعيش في السماء في هدوء. طب هيعيش مثلا في بيت ولا هيقضيها وقوف ولا هيعمل ايه بالظبط؟ فقال لا انا هعمل بقره وهفضل قاعد عليها. احنا متعودين بقى، ما تسالش بقى الحاجات الغريبه اللي عماله تتقال دي يعني. اسمع وعدي الدنيا وخد بريكك. سموزي بارادايس هيز سبونسر توداي، مش سبونسر ولا حاجه وما يعرفنيش اساسا. ومش كده وبس، البقره دي بقت متشاله من شو. يعني هو شو دلوقتي مهمته الوحيده ان هو يفضل شايل البقره على كتفه وراح قاعد عليها، وتحوت هو اللي بقى يدير الارض. ومن الوقت ده بقى الالهه بقت في حته والبشر في حته، لكن الفرعون اللي هو حسب معتقداتهم المختار من الالهه وهم الممثلين للالهه على الارض، وبعد ما يموتوا هيطلعوا للسماء ويفضلوا هناك مع الالهه. حاجه يعني في قمه الكفر. المهم ده بقى ملخص لبدايه الكون بالنسبه للمصريين القدماء كان عامل ازاي. وطبعا الدين بالنسبه لهم كان متشعب جدا، وكانوا بيؤمنوا بالبعث والحساب. واللي كان بيحصل ان الشخص بيبعث من تاني، ولكن بيتحاسب قدام 42 اله يا كفره، وبيتحط في ميزان قلب الراجل في كفه وريشه تانيه في كفه. لو كفه قلبه رجحت فبيدخل النعيم، لو كفه الريشه هي اللي رجحت فبيدخل الجحيم. وطبعا الدين في حياه المصريين ما فضلش على الشكل اللي احنا شايفينه ده، كان كل شويه بيطلع اله او بيحصل اختلافات بسيطه ما بين الالهه، او ممكن تلاقي اله واحد ليه اكتر من اسم، زي مثلا رع كان ليه اسامي كتير جدا، ومن ضمن الاسامي دي هو اسم اتون. وده بينقلنا لقصه تانية وهي قصه اخناتون. الاخ اخناتون لما جه مسك الحكم ما كانش عاجبه الهيصه اللي بتحصل دي، اللي هو احنا ليه نقعد نعبد في كل دول، هو اله واحد قوي اللي هيتم عبادته وهو اتون او قرص الشمس. واصلا اخناتون كان اسمه امنحتب الرابع، ولكن غير اسمه مع الوقت لاخناتون، ومعناه الروح الحيه لاتون. ومن هنا نشأت ديانه ليه اسمها اللاتونيه، واللي بتنادي بعباده اتون اللي هو رع اللي هو قرص الشمس. وفضل اخناتون في الحكم 17 سنه، في خلالهم كان بيعمل اللي هو عايزه وبيحاول يوحد دين البلاد. لكن بعد موته الناس رجعت تاني للدين بتاعها عادي، وكأن مفيش ولا اي حاجه حصلت. لا مش كده وبس، ده كمان الملوك اللي بعده بدأوا يشيلوا اساميه من كل السجلات، عايزين يمحوه. هو بالنسبه ليهم عار، يعني لازم يتشال من التاريخ لانه غير تاريخهم. وكان لما كمان بيتم ذكره كان بيدخل في مسمى العدو او المجرم، وهو اصلا بسبب ان هو تم ازاله اي ذكر ليه، وان الملوك اللي بعديه حاولوا يدمروا اي حاجه تخصه، فهو مفيش بالتالي معلومات كتير عنه في التاريخ اللي احنا عارفينه. يعني اصلا كل الكلام اللي احنا عرفناه ده عرفناه بسبب مدينه هم لقوها اسمها اخيتاتون، ودي المفروض كانت عاصمه دينيه هو كان عاملها عشان ينشر فيها الدين بتاعه الجديد، ولقوا فيها جثه لشخص، والعلماء بيعتقدوا انها لاخناتون، ولكن في ناس برضو بتشكك في ده. ولما عملوا تحليل ليها اكتشفوا ان الدي ان ايه او الحمض النووي بتاع الجثه يعتبر شبه بتاع توت عنخ امون، يعني من الاخر دي جثه ابوه. فمن المعتقد ان توت عنخ امون يبقى ابوه هو اخناتون. المضحك بقى في الموضوع ان توت بعد ما مسك الحكم قرر ان هو يمسح اي حاجه ابوه كان عملها، ويرجع الناس تاني لحياتهم الطبيعيه ويعبدوا كذا دين وكذا اله والهبل ده كله. انا حقيقي مش عارف انا مفاعل ليه. يعني من الاخر توت كان ابن عاق. وبكده تقريبا احنا خلصنا من كل الحاجات المهمه في القصص المصريه، لكن في بعض القصص الشعبيه اللي طلعت من ورا القصص دي، زي قصه النداهه اللي هي نفس الاسطوره برضو اللي عندنا دلوقتي. المزارعين زمان كانوا بيقولوا ان في ست بتنده عليهم بالليل، ولما بيروحوا ورا الصوت الشخص اللي راح بيموت. واخيرا هنتكلم عن اخر حاجه وهي قصه ايزيس واوزوريس.
والقصه يا سيدي بتقول ان زمان الارض ما كانش فيها اي شر، ولكن اول شر ظهر بسبب غيره ست من اخوه اوزوريس، وخصوصا ان اوزوريس بقى ملك مصر. فساعتها بقى ست عمل حفله كبيره وجاب فيها تابوت ملوش مثيل، وقال اللي هيجي في التابوت ده هيبقى هو صاحب التابوت. فطبعا كل واحد كان بيدخل جوه التابوت ده وبيتجرب، لكن ست كان خبيث قوي لانه كان عامل التابوت ده على مقاس اوزوريس بالظبط. فاول ما اوزوريس دخل راح قفل عليه ورماه في النيل. فازيس اللي هي اخت اوزوريس واللي هي مراته في نفس الوقت راحت تبحث عن التابوت، فست عرف وراح لقى هو التابوت الاول وفتحه وعمل من جسم اوزوريس شاورما حرفيا. قطعوا الاشلاء كتير وكل قطعه في قطاع من قطاعات مصر، وايزيس قعدت تبحث عن كل القطع دي، وفي النهايه بمساعده انوبيس قدرت انها تحنط جسم اوزوريس عشان يكون مستعد للحياه الاخرى، لكنها كانت حزينه جدا على فراق اوزوريس. الله يرحمك يا اخويا. فراع بنفسه نزل من على بقرته ورجع اوزوريس للحياه ليوم واحد. فانقسم اوزوريس وايزيس ميثيوزيا، عطسوا مع بعض وخلفوا عيل اسمه حورس. وايزيس كانت خايفه عليه فراحت خبته عند حتحور، ودي ست مش راجل، ولكن المفاجاه انها بقره. مش فاهم مالهم ومال البقر بس ماشي، وتحديدا هي بقره مرضعه. فحورس كان مادد بوزه وقعد بيرضع لحد ما ابننا كبر وراح عشان يحارب عمه ست. وبعد معركه عنيفه حورس هو اللي كسب، وبالمناسبه دي المعركه اللي خسر فيها عينه، واتعملت محاكمه لست. وساعتها حورس رجع تاني وبقى خليفه لابوه ومسك البلاد، واوزوريس بقى حاكم العالم الاخر، وست بقى سيد الشر بالنسبه ليهم. وبقى كل معبد بيتحط فيه تمثال لاوزوريس لازم يحطوا معاها ايزيس، واحيانا كانوا بيحطوا جزء من جسم اوزوريس، يعني مثلا راس، كتف، طحال، حاجات كده بس عشان بس يمثلوا اللي حصل في القصه. وبقى الفرعون يعتبر اراده حورس في الارض، لاننا زي ما قلنا حورس بقى هو حاكم البلاد، لدرجه ان الفراعنه ابتدوا يسموا نفسهم زي حورس الذهبي لما يمسكوا الحكم. تحديدا ده ابتدى يحصل بعد الاسره الرابعه. وبس كده يا سيدي، تقريبا انت كده عرفت اهم القصص في الاساطير المصريه. ولو طلعنا من الكلام ده بحاجه مفيده فهو الحمد لله على نعمه الاسلام. لما تفكر فيها بتدرك فعلا ان الله اله واحد لا شريك له، لان لو في اكتر من اله زي بعض المعتقدات ما كانت بتقول كانت الارض هتبقى ساحه للقتال بينهم، الكون عمره ما كان هيبقى مستقر. ويمكن احنا قاعدين دلوقتي بنضحك وبنستهزأ بالموضوع ونقول ايه الغباء ده، ومين اصلا اللي كان يصدق بالحاجات دي كلها؟ لكن في ناس كانت معتقده ان ده الحق، ولما جالهم انبياء زي موسى عليه السلام كانت النهايه تكذيبه. فاحمد ربنا ان لحد دلوقتي ربنا ما حطكش في اختبار يختبر العقيده بتاعتك بالشكل ده، لان الله اعلم كنت هتنجح فيه ولا لا. وبس كده يا صديقي، وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب كومنت وشير، ومستني رايك في الكومنتات وتقول لي عايز قصصي تانية في المستقبل. ويلا سلام.